السلام عليكم بنات متتبعات مطبخ وتدابير. عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في صحة ونعيم إن شاء الله. يوم جديد وفيديو جديد. أكيد ما تنسونيش بجام اشتراك في القناة لتعم الفائدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بفيديو جديد وهو السارق الصامت كما شفتوا في العنوان. عندنا في كل المنازل نتاعنا سارق صامت سيلونسيو دخل للبيوت نتاعنا بالإرادة نتاعنا حنا اللي مشينا جبناه، وراه يسرق في وقتنا وفي مالنا بدون جهد بدون عناء، وحنا للأسف الشديد رانا راضين. تقولوا لي شكون هو هذا السارق؟ نقول لك الهاتف او البورطابل. بزاف اخوه واخوات ولا عندهم ادمان كبير على الهاتف لدرجه انهم ولاو يفضلوا يقعدوا في المنازل نتاعهم، ما يتواصلوش، ما تكونش كاينه كومونيكاسيون مع الخارج، فقط في البيت، وكل شيء يحضر للمنزل. كما راكم تشوفوا كاين بزاف صفحات على الفيسبوك، على الانستغرام، على التيك توك للبيع والشراء، مختلف الانواع والسلع تعرض بتقنيات جديده، بكلام جذاب، بتسويق عالي الجوده، لانه ممكن يمتلكوا دي بورطابل نوعيه جيده، فيكون التسويق مغري. انتيا كي تشوفي ولا الاخ كي يشوف شتى انواع السلع تباع، انا ما رانيش ضد انه الانسان يسترزق، لا حاشا ولله، انا نهضر على الفئه اللي حابه تقتصد، الفئه اللي حابه دير ادخار ولو بسيط، الفئه اللي راها تدور في الديون، في سلسله الديون، الفئه اللي مازالها على الارض وحابه دير با في حياتها. يعني مخصصه كلامي لهاد الفئه. ما الناس اللي راها كما يقولوا اللي عنده كل يوم عيدو، الناس اللي راها مستوسعه ودايره لاباس عليها، اكيد ما عنديش مشكل معها، وما عنديش مشكل مع الاخوه والاخوات اللي حالين صفحات تجاريه قالك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انا جيت نحكي على هاد الناس اللي راهم حابين يديروا الاقتصاد، لانه نتيا كي تشوفي صفحات للاثاث، الديكوراسيون تاع المنزل، حنا نعرفوا باللي الانسان كي يكون في مرحله اقتصاد يكون محروم بزاف صوالح، يدرج الاولويات نتاعو بالترتيب، ولكن كي تشوفي هاد الصفحات تحسي روحك في حرمان. هاد الصفحات ينعكسوا عليك بالسلب. علاش؟ لانه تحبي تشري حاجه اللي تشوفيها تحسي انه ناقصاتك، سواء من لي زيكتروميناجي، سواء من الملابس، سواء من الهواتف، سواء من لي زيكسيسوار كيما قلت، من لي مابل، من الاكل، حتى الاكل السريع ولاو يديروا له دي باج، كاين دي ريستورون دايرين دي باج فيسبوك ولا تيك توك يروجوا للمنتجات نتاعهم. الانسان ضعيف، الانسان الا ما كانش عنده مبدأ يتمشى عليه ويتحكم في النفس نتاعو تحكم صارم، رايح تلقايه هو داير تقسيم ميزانية، والله هي دايره تقسيم ميزانيه وتحاول تقتصد على قدر المستطاع، وتلاقيها تجتهد وتجيب من تحبر من باش تملأ الحصالات نتاعها، باش تسدد الديون نتاعها، ولكن كي تشوف هاد الصفحات يجيها ضعف. شفت بزاف اخوات من جهه دايره الاقتصاد، ومن جهه عندها هاد الثقب اللي راه ياكلها الدراهم نتاعها. لانه صراحه كي نهودوا للاسواق الشعبيه ولا نخرجوا حنا نشريو، يكون كاين كيفاش تتفاهمي مع اللي تشري عليه، يكون كاين مبالغ متفاوته، اسعار متفاوته لنفس السلعه، فالانسان يكون عنده على الاقل حريه انه يختار المنتج قدامه وقادر على السعر نتاعو. نتيا كي تدوموندي حاجه من هاد الصفحات، اول حاجه بزاف
في مرات تكون لا كاليتي ماشي هي اللي كانوا يروجوا لها، يكون المقاس ما يخرجش كيما لا طاي نتاعك مثلا. والمشكل انه تولي مجبره انك تشري داك المنتج، ما يعوضوكش، ما يبدلولكش، قليش صفحات قليله اللي تعاود ترد لا كوموند وتعاود تجيب لك لا كوموند اخرى، صفحات قلال. مصداقيه صراحه ماشي كامل في لي باج، كاين صفحات نصابه وصرات بزاف من الناس اللي نعرفهم انا، يقول لها دوق يجي يديه دوق يجي يديه ولكن ما يجيش. هنا راكي خسرتي المال نتاعك، الاقتصاد اللي كنتي دايراته ولا حتى المبلغ اللي كنتي موفراته ربما لشيء معين ولا الحاجه راكي حابه ديريها، وضعفتي امام هذا المنتج وشريتيه، شاريه حاجه ماشي نتاعك وزايده خسره الدراهم اللي شحال وانتيه تجمعي فيهم. تاني حاجه هي الوقت اللي راكي تضيعيه على هاد لي باج كبير، ماشي غير على لي باج، على وسائل التواصل الاجتماعي عامه. تبقاي من اليوتيوب من صفحه لصفحه، تبقاي فيسبوك، تبقاي في التيك توك، خصوصا التيك توك يدي بزاف الوقت ويسلب، لانه فقط دي شورت فيديو، فتلقاي روحك تتفرجي بلا ما توعي، كي تفيقي صيبي الوقت ضاع، راكي روطار، ما نجزتي والو في البيت نتاعك، الاطفال نتاعك راهم جايين من القرايه، الفطور نتاعك مازال ما طايبش، الزوج راه جاي، الميناج في المنزل نتاعك مازال ما كملتيهش. هنا توقعي في واحد الدوامه نتاع الضغط، تولي تخدمي سور لي نار، واللي يدفع هاد الثمن تاع هاد العصبيه، رانا متفقين باللي الام الجزائريه اللي يدفع ثمن العصبيه نتاعها هما الاطفال نتاعها، لانه فقط هما اللي تقدر عليهم، ما قدرش الزوج انها تنوض تتعارك معاه لانه عارفه باللي هي المخطئه، فالاطفال نتاعها هما اللي راح تخرج فيهم الزعف نتاعها. لهذا انا جيت ننبهك، جيت نقول لك ما توقعيش في هذا الفخ، كل حاجه خارج الاستعمال الطبيعي نتاعها تنقلب على الانسان. اكيد التكنولوجيا مليحه وماذا بينا نستفادوا منها، ولكن هي سلاح ذو حدين، حاولي تاخدي الايجابي منها واللي يرجع عليك بالفائده انتي والاسره نتاعك ويزيد بك للامام. تفرجي قنوات يافونسيوك للامام، تفرجي اخوات ما تكونش مجبره انك تحطي البورطابل وتقعدي تشوفي فيها، راكي دايرتها وراكي تكملي الشغل نتاعك، ما تكونيش مربوطه بها. ابار الا كانوا وصفات مثلا، هادو عندهم وقت مخصص ليهم، وقت خصيه نهار من قبل، ولا كي تكوني قاعده فاضيه كملتي الشغل نتاعك، نوضتي بكري، صليتي صلاتك، نظفتي البيت نتاعك، الفطور نتاعك راه يطيب، ما عندك ما ديري هنا تحكمي البورطابل على راحتك. ولكن باش انه تخليه يسرق الوقت نتاعك منك وتضيعي الاسره نتاعك وتضيعي الاهتمام بالاسره نتاعك، حتى بالذات نتاعك، تلقاي روحك ما راكي انتي في احسن حله. مثلا كاين اخوات تنوض تعرج على راسها وتولي يعني حدث ولا حرج. هنا لا، الاخوات لازم نبداو بنفوسنا، قبل ما تحكمي داك البورطابل بلاي شوفي روحك في المرايه كيفاش صبحتي، كيفاش راكي، تلبسي بيجاما شابه ولا حاجه نقيه على الاقل تخدمي بها الميناج نتاعك حتى تكملي امورك كامل، وراه عندك الوقت لهذا البورطابل، خصوصا اليوم نتاع الصيف، اليوم راه طويل. فهاد النصيحة حبيت ننبه بيها الأخوات ونفكرهم بيها، وربما أخوات بزاف ما راهمش فايقين لهاد العصبية اللي راها منهم وهاد الضغط، وتقولك أنا نخدم وما نلحقش، تلقاي معظم الوقت نتاعها على الهاتف، معظم الوقت نتاعها تتجول بين الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. هنا شوفي السارق نتاع الوقت نتاعك وين راه، سارق راه بإرادتك في المنزل نتاعك يتجول كيف يشاء. حبيت ننبه لهاد النقطتين، سارق راه يدي الوقت وسارق راه يدي المال، ماشي كل حاجة تشوفوها تأثروا بها، شريو الأهم وليس المهم. كاين
اهم وكاين المهم. شريو الاشياء اللي راكم واقفين عليها حقيقة، وماذا بينا كي نشريو نعرفوا كيفاش نشريو من الصفحات الصادقة، ماشي الصفحات اللي راها تنصب على الناس نصب عليهم في مبالغ كبيرة، في اراضي، في عقارات، في منازل، في سيارات. فالإنسان يحاول قدر المستطاع أنه يتنبه لهاد النقطة بالذات، لأنه شحال من ناس صراحة ضيعوا مبالغ كبيرة وكان صفحات وهمية، واضطروا أنهم يخسروا فيها مبالغ كبيرة. ما تمدي دراهمك حتى تشوفي المنتج إذا ما قدرتيش تجربيه صراحة ما تديهش، لأنه بزاف اللي يوليو مجبرين يخلصوا حاجة لا من المقاس نتاعهم ولا من النوعية اللي كانوا هما باغيينها. فحاولوا ترجعوا لأرض الواقع، حاولوا تخرجوا وتشوفوا بعينيكم الأشياء، لأنه النصب راه كبير والوقت راه يضيع. هذه نقطة حبيت نشير ليها، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا. كون عجبكم الفيديو ما تنسونيش أكيد بجامد عجبكم الفيديو. لنا لقاء في فيديو قادم إن كان في العمر بقاء، وسلام.